خليني أحكي لك حكاية مش عن جزيرة جميلة ولا عن بحر أزرق ولا عن مكان سياحي. دي حكاية عن جزيرة كانت مفتوحة لأقوى ناس في العالم ومقفولة في وش الحقيقة. البداية في الكاريبي، كانت في جزيرة صغيرة اسمها ليتل سين جيمس. من بره جنة، من جوه ولا حد كان عارف. الجزيرة دي كانت مملوكة لراجل اسمه جيفري إبستين. راجل ما كانش سياسي ولا نجم ولا عالم، لكن كان عنده حاجة أخطر من كل دول: علاقات. مين هو إبستين؟ إبستين بدأ حياته بشكل عادي جدا، لكن فجأة بقى غني بلا مصدر واضح، وبقى دايرته مليانة رؤساء، أمراء، رجال أعمال وشخصيات عالمية تقيلة. الناس كانت بتسأل الفلوس دي جاية منين؟ والإجابة مفيش. الجزيرة الغامضة، إبستين اشترى الجزيرة وبنى فيها فيلات فخمة، مهبط طيارات، مباني غريبة الشكل، وأنظمة أمان عالية جدا. الدخول للجزيرة كان سهل لو اسمك تقيل، لكن الخروج بالحقيقة ده اللي كان مستحيل. الزوار سجلات وطيارات خاصة وأسماء اتذكرت في تحقيقات، لكن ولا اسمة حاكم ولا اسمة حاسب بشكل مباشر. ناس سألت إزاي كل الأسماء دي عدت، وإزاي محدش وقع. والسؤال ده هو بداية اللغز. أول شرخ في الصورة. مع الوقت بدأت تطلع شكاوى وتحقيقات، لكن كل مرة القضية تتقفل، الأدلة تختفي، الشهود يسكتوا. وفي مرة إباستين اتحبس بس لفترة قصيرة جدا وخرج، وكأن مفيش حاجة حصلت. وده خلى الناس تقول هو محمي؟ ولو مين اللي بيحميه؟ النهاية اللي ما كانتش نهاية، في 2019 إبستين اتقبض عليه تاني، بس المرة دي القضية كانت أكبر وأخطر، والعالم كله مركز. وبعدين خبر واحد هز الدنيا: إبستين مات في زنزانته. قالوا انتحار، بس الكاميرات كانت مش شغالة، الحراس كانوا نايمين، التوقيت غريب، وساعتها اللغز انفجر. بعد الموت الناس كانت متوقعة دلوقتي الحقيقة هتطلع، لكن اللي حصل كان العكس. القضايا هديت، أسماء اختفت، والجزيرة اتقفلت، ولا إجابة واضحة ولا حساب حقيقي. ليه جزيرة إبستين لغز؟ مش عشان اللي حصل فيها، لكن عشان مين خرج منها من غير ما يتحاسب، ومين سكت، ومين كان أقوى من القانون. جزيرة إبستين مش لغز تاريخي عادي، دي دليل إن في لحظات الحقيقة بتقف قدام السلطة وتخسر. والسؤال اللي لسه قائم: هل الحقيقة اتدفنت مع إبستين، ولا لسه مستنية الوقت الصح؟